وحيدي عبد الرحمن نائب اراضي الجموع لتدار اكتراف المنتميه لقرموز داخل التحديد الاداري 364 بايد لسان المركز. تعرض لواحد العزل غير قانوني ومشيت للمحكمه الاداريه دفعته طعنت فيه وتنتسنى القضاء يقول كلامه. دابا الجماعه السلاليه راه متوقفه ما خداماش. واحد الجهه ناضت واحد الجماعه سلاليه جديده وواحد النيابه جديده سماتها حوض ايد لسان. هاد التسميه ما عندناش داخل التحديد الاداري 364. يمشيو للمحافظه ولا يمشيو فين ما عندناش. هاد الناس هادو اللي داروا هاد التشكيله وجابوا لنا الناس من 362 وجابوهم من 365 وجابوهم من 364 وشكلوا ديك الهيئه النيابيه. انا كنطعن فيها اداريا وقانونيا، تنطعن في داك وتنطعن في القرارات. اي قرار صدر من عندهم، اي قرار واي شهاده الاستغلال او اي عمل داروه داخل التحديد الاداري ديالنا غيتحملوا مسؤوليتهم. وشكرا. الاصدار ديالها علاش غنقول لكم الخطوره، ولا ما غيكفيناش صراحه فيديو او جوج او ثلاثه، ولكن غنمشي لشي امور اللي هي جوهريه بالدرجه الاولى. القرار ديال العزل الاسناد القانوني ديالو تبنى بناء على القانون 62 17 المتعلق بالوصايه الاداريه على الجماعات السلاليه اللي صدر في 9 غشت 2019. حنا ناخذوا من القرار شنو اللي كاين. بناء على المرسوم 973 19 جوج الصادر بتاريخ 13 يناير 16 جمادى 9 يناير 2020 بشأن تطبيق أحكام القانون المذكور، بناء على تقرير السلطة المحلية لقيادة سكورة 19/1/2023 يشير إلى صدور حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حق المعني بالأمر واستقالة 4 أعضاء من وكيله ضمن الوكالة العدلية، بالإضافة إلى تعيين نائب أراضي الجموع إلى آخره. بناء على قرار محكمة الاستئناف الصادر بورزازات بملف رقم 31/2015 الصادر ب 9/12/2015 القاضي بإدانة المعني بالأمر بجنحة انتزاع حقار من حيازة الغير، المؤيد بقرار محكمة النقد في 10/12 بتاريخ 24/11/2017. الخطورة فين كاينة هنا؟ الخطوره فين كاينه هو انه الى خدينا هذا القرار نقراوه غير من التحت ونشوفوا الخطوره فين كاينه. هو انه السي عبد الرحمن اللي كان وكيل اراضي الجموع في 2015 تابعته النيابه العامه مع مجموعه الاشخاص بانتزاع عقار من حيازه الغير 2015 وتصدر في حقه قرار استئنافي ديال انتزاع عقار من حيازه الغير ب4 أشهر اظن سجنا موقوف التنفيذ. هذا في 2015. في 2018 السي عبد الرحمن عاد غادي يتعين وكيل اراضي الجموع بناء على ظاهر 27 ابريل 1919 حتى ل 2018. هاد يعني التعيين ديالو بطبيعه الحال كان بناء على المسطره اللي كانت ضمن الظاهر ديال 1919، بمعنى كاين بحث، كاين اجتماع ديال الهيئه النيابيه، كاين توجيه ديال السيد وزير الداخليه واذن ديال السيد قاضي التوثيق تنصيب عدلين و12 شاهد واقامه يعني واحد وتحرير واحد الوكاله عدليه ديال الجماعه النيابيه. 2019 غيتصدر هذا القانون هذا 62/17 حتى ل 2019 غشت، و2020 عاد غيتصدر المرسوم التطبيقي باش يتنفذ هذا القانون. غادي نجيو حنا في 2023 وغناخذوا القانون ديال 2019 وغنطبقوا على نازله حال ديال 2015 ونعزلوا بها التوحيدي. وشوف معايا هذا الفيلم كي داير من الناحيه القانونيه، وفضيحه دوليه هذه بكل المقاييس. يعني ما احترمنا مبدا يعني ديال القانون اللي يطبقوا بالترجع لا بنحترم نبقاو حنا غير في القرار. هذا السيد اللي حرر هذا القرار ودار ليه الاسناد القانوني 62/17، ها القانون 62/17 كان خصو يقراه كامل. علاش؟ القانون 62/17 في بدايته اش كيقول لك، وهذا راه ماخوذ من الموقع ديالهم، من الموقع ديال لادار ديال الشؤون القرويه وطنيا ديال الوزاره. اش تقول لك الماده 37؟ يعني ملي كنتي كتقرا السيمولي اللي كتحرر هذا القرار هذا كتقراو حاط لينا الماده 12 والماده 13 وغادي يرجعوا لهم خصو تفصيل. هذا خصو مقال كبير تفصيلي من الناحيه القانونيه. ملي كتحط لينا الماده 12 والماده 13 والماده 14 ماشيش الماده 37 اش كتقول لك يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريده الرسميه والمراسم الاخرى، غير ان الاحكام التي تقضي نصوصا تطبيقيه يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص. الا جات شي نصوص من بعد هذا راه ما تيدخل حيز التنفيذ حتى يتنشر في الجريده الرسميه، راه ما تيطبقش على 2015. رجعنا لقرارات النقد وباختصار لان صراحه المساله خطيره للغايه. رجع لقرارات النقد
وغادي نعطيوكم مبدا عدم رجعيه تطبيق القوانين، لان الاشكال فين كاين؟ ان هذه القرارات الاداريه ملي كتدخل المحاكم الاداريه، كنعرفوا ان المحاكم الاداريه كتقضي بين المتقاضين بناء على الدفوع اللي كتكون ما بين الاطراف، ولا تحكم المحكمه بما يطلب منها، هي قاعده قانونيه ماشي مشكل. يقدر المحكمه براسها تمشي في اتجاه معيب نتيجه يعني ما كاينش واحد التركيز وما استطعش واحد الطرف يتوصل لهذه الاخطاء اللي كيدافع على هذا السيد هذا. مثلا بناء على عده معطيات، يقد يكونوا ظروف، يقد يكونوا امور. عندنا قرار ديال محكمه النقد 1857 4/1 2022 لا يمكن تطبيق مقتضيات مرسوم جديد على وضعيه نشات في ظل المرسوم سابق. عندنا الى اخره. عندنا قرار ايضا ديال محكمه النقد، قرار عدد ملف اداري 4094 4/1/2021 لا يمكن تطبيق المرسوم الجديد على القرار محل استقاله تحقيقا لمبدا عدم رجعيه القوانين الى اخره. ما بغيتش نزيد، راه عندي عرام ديال القوانين. اذا ملي كنجيو حنا هنا كنحطوا واحد القرار مبني باثار ترجعي، راه خطيره هذه العمليه هذه، وحتى المحكمه مشات على خطيره هذه العمليه هذه، وحتى المحكمه مشات على ان كما قلت ما كانش اللي عطى هذا الدفوع او دي قرا هذا القرار اللي لانه الاجهزه ديالنا والادارات ديالنا والداخليه عندها اقسام شؤون قانونيه كتخلص من المال العام، عندها ناس كتراقب القانون. هذه راها فضيحه في المستوى القانوني، واقرا القانون غير من هنا. هذا القرار حررتي هكا عاود قراه، انها تصدر قرار على السيد في 2015 2018 فاش كنتي كتعين وكيل سلاله ودرتي البحث الاجتماعي ولقيت دار البحث ما لقاوش انه كان ارتكب هذيك الجنحه. واخا التقادم، الاثار القانوني للتقادم ما كايناش، الاثار القانوني التقادم الرباعي راها جنحه. ما ناقش انا والسالبه للحريه، لان حتى سالبه للحريه وغير سالبه كلها وكيفاش كيفسرها سيدي، كاين اللي تيقول لك راه حتى هي سالبه ماشي مشكل، ولكن هذه راها كارثه. اذا دابا كاع اللي عنده شي في الوكالات المغرب كله ديال جماعات السلاليه، كاع اللي عنده شي جريمه ارتكبت قديمه خصنا نجبدوها ليه عاوتاني، وكاع الاحكام هاد النصوص القانونيه اللي دارت دابا خصها تعاود تطبق على الوضعيات القبليه باش نكونوا المواطنين سواسيه امام القانون.